اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. من مطبخ الرضا بحييكم أحلى تحية، أحلى متابعين وأحلى عيلة. بحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله معايا فيديو سهل وبسيط، وحاجة كتير قوي قوي من بنوتاتنا الصغيرين اللي لسه بقى داخلين المطبخ جديد، أو عرايسنا الجداد اللي في الجامعات والكليات اللي ما كانوش بيدخلوا المطبخ أساسا. عايزين يعرفوا المحشي المشكل نرصه ازاي. لو عايزين نعمل المحشي المشكل ونرصه في حلة واحدة نعمل ايه؟ طبعا يلا ندخل مع بعض الفيديو، وسبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا عشان نكبر بيكم ومعاكم احلى متابعين في الدنيا. زي ما حضراتكم شايفين انا لفيت المحشي على طول، كتير قوي عملته معاكم وعارفين طبعا التسبيكة المحشي التحفة الجميلة اللي بتعملها ام احمد. طبعا لفينا المحشي وصوابعه الجميله زي ما انتم شايفين، ومعايا البدنجان اهو. طبعا يا جماعه احنا البدنجان بنحشيه وبنرجع نقليه. طبعا هعمله معاكم مره ان شاء الله، وهوريكم البدنجان بتاعنا بنعمله ازاي. وطبعا معايا الكوسه والفلفل زي ما انتم شايفين اهو. المحشي ما شاء الله عاملاه زي الفل، ووريتكم في الاول كده. اللي هي بتبقى مثلا في قلب الكرنبه من جوه دي احنا بنسميها الوزه. بنطلعها كده ونحشيها برضو ونحشيها رز، وبتبقى زي ما وريتها لكم في اول ما كنت ماسكاها بايدي كده. طبعا يا حبايب قلبي اول حاجه بنعملها بنجيب الحله بتاعتنا زي ما انتم شايفين. بنحط في الحله، طبعا زمان بقى كان لسه الجو يعني مش غلا بالطريقه دي. كنا بنحط طماطم وبنحط جزر وبنحط طبعا بصل. الحاجات دي بجد كانت بتدي ريحه تحفه. طبعا دلوقتي يا جماعه الجو بقى غلا جدا علينا، فحرام بقى نحط الحاجات دي وهنرميها. طبعا المحشي احنا حاطين له من كل خيرات ربنا، يعني حاطين له سمنه بلدي وحاطين له بهارات وتوابل، فهو كده كده هيطلع تحفة من غير كلام، واخد حقه في البصل والدنيا بتاعته مظبوطة وزي الفل. حطينا بقى ورقتين من الخضر كده، بدل ما نحط العصي بتاعه الكرنب، لا ورقه خضرة كده هاتيها، اللي احنا كده كده اصلا ما بنلفهاش، وهنحطها كده في قاع الصينيه من تحت. وبعد كده هنبدا نرص اول حاجه البدنجان. طب ليه ما حطيتيش الكرنب؟ لا يا حبايبي، البدنجان هو اللي بيستحمل، انما اللي بيستحمل السوى، يعني ممكن يقبل ويستحمل السوى. اما بالنسبه للكرنب لا، هو الدرجه التانية بعد البدنجان. هتحطي البدنجان اللي انت عايزه تحطيه تحت، وما توقفيش البدنجان ولا حاجه، خلي البدنجان نايم ومستريح. هيستوي، هيبقى سوا كهرمان. هتاخدي احلى طعم محشي مشكل شارب كله من بعضه. انا صراحة يا جماعة ما اجيش هكدب عليكي، لو عندك ضيوف ولو عامله عزومه كبيره ماشي، حطي كل حاجه في حله لوحديها عشان مش هتقعدي تكبي وتحشي البدنجان من الكرنب والكلام ده. انما انتي واولادك، او انتي وجوزك، او انتي مثلا واسره بسيطه، اسره صغيره، لا اعملي الطريقه دي وبجد هتعجبك قوي. حطي البدنجان كده، وبعد البدنجان هتحط الطبقه التانية كده، استكفينا، والباقي ده احنا هنشيله نعمله في حله تاني مع الكرنب اللي هيفيض. لان احنا من عشاق المحشي بجد في الشتاء، فطبعا انا بعمل المحشي بكميه زياده شويه. بنبدا نعمله نقسمه كده، ناكل منه يومين، يعني ما باكلش منه يوم واحد، باكل منه مثلا النهارده وتاني يوم بنروح حاطين الباقي في التلاجة نعمله نسويه تاني يوم. خلاص كده شلت كميه البدنجان اللي فاضت مني، وهبدا بقى الصوابع الجميله التحفه اللي انتوا شايفينها ديت. هنبدا نرصها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي فوق البدنجان، مفيش اي مشكله. بجد الطريقة دي هتعجبك جدا. انا عارفة ان كلنا ستات بيوت شاطرين، الله اكبر علينا، يعني كلنا بنتعلم ونكمل من بعض. بس احنا بنقول لبناتنا الصغيرين اللي زي بنتي وبنتك، البنات اللي لسه ما دخلتش مطبخ، خبرتها على قدها، عرايس لسه متجوزين، بيكونوا لسه بالنسبة لهم بيحتاروا في الحاجات دي. وهو يعني عشان الحيرة دي، فاحنا بنقول لا، بنعلمهم بقى. بنقول لهم مثلا لا، ممكن تعملي لو انت حله صغيره كده وعايزه تعملي انت وجوزك بس، او مثلا انت واسره صغيره، لا اعملي بالطريقه ديت. بجد المحشي بيشرب كله من بعضه. ال- الكوسه بتنزل كده الغذاء بتاعها على المحشي الكرنب على البدنجان وبيستوي، وهوريكم وهمشي معاكم خطوه بخطوه. حطيت بقى الوزه بتاعتي المناب، حطيت الوزة بتاعتي اللي قلت لكم عليها، اللي هي قلب الكرومبة من جوه. حاجة كده بتطلع صغيرة كده في الكرومباية. بحب قوي قوي افتحها واحشيها واعملها كده، والله ولادي بيتخانقوا عليها، بيحبوها جدا جدا جدا، فانا بحب احطها. حطيتها معاكم عشان حبيت اوريها لكم. هترصي بقى الحلة بتاعتك عادي، وتحاولي تخليها كلها مسوية بعضها، مفيش جنب عالي وجنب واطي.
أول ما هتعمليها بقى كده هتحسي إن الأمور معاكِ بقت بسيطة وسهلة، ما حطيتيش بقى 3، 4 حِلَل على البوتاجاز، ما احترتيش في التسوية، ما عملتيش مواعين كتير، يعني الدنيا معاكِ كانت رايقة وجميلة، وهتيجي تحطي المحشي هتلاقي كل حاجة طالعة لوحدها. أنا حبيت أعمله فيديو ده لإن هو اتطلب مني من صاحبة بنتي، قالت لي: "يا طنط أنا عايزة أعرف لو أنا يعني أنا لازم أقعد أسوي كده بقى، ماما بتقول لي اعملي كل حاجة لوحدها." فأنا قُلت لها: "لأ، لو أنتِ عايزة تعمليه يعني تعملي مثلًا المحشي بتاعِك مرّة واحدة كلّه عادي." قالت: "وهيستوي يبقى حلو." قُلت لها: "هيبقى تحفة ويبقى جميل." عملت المحشي بالطريقة دي وخلّيتها اتغدِّت معانا، وقُلت لها: "دوقي بقى المحشي بتاع طنط أم أحمد هيبقى عامل إزاي." خلّصنا كده زي ما شُفتوا الكرنب خلاص، حطينا بقى عليه الكوسة والفلفل زي ما أنتم شايفين، ومنظر الحلة نفسها بصراحة تفتح النِفس، منظر الحلة زي ما أنتم شايفين حاجة كده عسل. طبعًا بالنسبة للفلفل أنا ما باحبش الفلفل الرومي يا جماعة، باحب الفلفل الطويل ده لإنه بيبقى فيه لسعة كده وحراق شوية فأنا باحبه. زي ما أنتم شايفين والعادة بتاعة أم أحمد باحب أحط معلقة من التقلية على وش الحلة من فوق كده، وأهم حاجة بالنسبة للشوربة بتاعة المحشي خلّيها أقل من الصف الأول، يعني وأنتِ بتحطّي الشوربة للمحشي عشان تسوّيه خلّيها أقل من الصف الأول، على أول الصف الأول. وكنت عاملة بقى كده صينية فراخ تستاهل بُقُّكم الجميل ده، حاطّاها برضه جنبيها كده ني في ني كده، متبّلة بقى الفراخ بتاعتي كده وموضّباها الريحة مش قادرة أقول لكم في المطبخ كانت عاملة إزاي من الجمال والحلاوة. طبعًا المحشي بتاعنا بيتكلّم عن نَفْسه من جماله وحلاوته، بسم الله ما شاء الله حاجة تفتح النِفس، الحلة مستوية سِوَى كهرمان، شاربة كلّها من بعضها، ريحتها كانت جميلة جدًا. طبعًا صينية الفراخ كانت في الفرن، وكده كانت الدنيا معانا بسم الله ما شاء الله زي الفل. الفراخ استوت كده زي ما أنتم شايفين يا حبايبي الفراخ بسم الله ما شاء الله طالعة زي الفل، واخدة لون ومستوية زي العسل، ومعانا هنا بقى طلّعنا حُشنا الأول الكوسة عشان ما تتهريش، ورجعنا بقى نزلنا بالمحشي بتاعنا شايفين بيجري لوحده في الصينية ما شاء الله عليه، مستوي شارب من بعضه، ريحته جايبة آخر الدنيا، ما شاء الله الصوابع بتاعته طالعة لا في حاجة مفكوكة ولا حاجة بايظة ولا أي حاجة، صينية بصراحة يتقال لها سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي، طالعة زي الفل معانا بسم الله ما شاء الله. لو هيدّوني في المحشي هيدّوني 10 من 10 وأنا واثقة، أحلى محشي من إيد أم أحمد بصراحة، باعمل شوية محشي مش قادرة أقول لكم عليهم، قولوا لحبايبكم بس ما تقولوش لعدوِّنكم عليهم. وطبعًا الفراخ بتاعتنا أنا طبعًا كنت مقطّعاها كده قطع صغيّرة علشان طبعًا تستوي، لإن أنا كنت عاملاها نِيّ في نِيّ، فالطبيعي إن أنا إيه، ما تقطّعيش منابات كبيرة عشان تستوي منِّك. كده يا حبايب قلبي زي الفل معانا بسم الله ما شاء الله، صينية كده تقدّميها بقلب جامد وما تقلقيش منها خالص، ما تقوليش في حاجة منّي هتبوظ، سمّي الله وصلّي على الرسول وادخلي اعملي الأكل وأنتِ قلبِك كده راضي عن الحاجة اللي بتعمليها، هتاخدي من تحت إيدِك أحلى أكل وأحلى لون وأحلى طعم وأحلى ريحة. قرّبوا كده شمّوا بقى، شمّوا، الله شامين، حاسين، إيه رأيكم بقى؟ حاجة كده زي الفل، ولا أروع من كده كلام. يالّا بقى سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا على الصينية التحفة دي، صينية يوم الخميس اللي إحنا ما بنقدرش نستغنى عنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.